هذا الحديث أعزائي أريد أن يتأمل الأعزة جيدا أنه هذا الحديث ماذا يوجد فيه. في هذا الحديث أعزائي تعالوا معنا إلى صحيح البخاري الجزء الأول صفحة 94. هذا الحديث أعزائي ورد في موارد متعددة من صحيح البخاري. الرواية هذه واردة في كتاب الوضوء باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. الرواية أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وآله يعني اشتد به المرض واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي. هسه من يثق بالبخاري يستطيع أن يثق بمثل هذه الروايات، أما ما اتضح من خلال الأبحاث السابقة وبحثها واقعا لا بد الإنسان أن يشكك في كل ما ورد في هذه الأحاديث التي فيها جر النار إلى بعض الناس وإبعاده عن بعض آخر. جيد. قالت لما ثقل النبي واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، يعني أزواجه أذن له. فخرج النبي صلى الله عليه وآله بين الرجلين، باعتبار كان مريض فيحتاج إلى من يتكئ عليه، بين الرجلين تخط رجلاه في الأرض. عائشة تقول من هما؟ لا يمكن أن نقال بأنه تذكرت أحدهما ونسيت ماذا؟ الآخر، ولكنه الرواية هكذا تقول بين عباس ورجل آخر، لا تشير إلى الرجل الآخر. من؟ عائشة. قال عبيد الله الذي قال أخبرني هو اللي ناقل الرواية عن عائشة. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فأنه عائشة تقول من الرجل؟ فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا. قال هو علي. ولكن عائشة لا تريد أن تذكر اسمه. هسه الآن إلى هنا قد يقول قائل لا تريد أن تذكر اسمه، إلا الآن احنا ما عندنا مشكلة، أحسن لا نريد أن نحاكم، والرواية ذيلها موجود، وهو أن الرجل الآخر الذي كان يتكئ عليه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في مرضه هو من؟ هو علي بن أبي طالب. طبعا هذه الرواية أعزائي واردة أيضا في الجزء الأول صفحة 271، وفي الجزء الأول طبعا رقم الحديث 665، وفي الجزء الأول صفحة 280 رقم الحديث 687، وفي الجزء الثاني صفحة 422 و423 صفحة رقم الحديث 2588، وفي الجزء الثالث صفحة 446 الحديث 4442، وفي الجزء الرابع صفحة 277 رقم الحديث 5741. نعم. إلى هنا قلنا لا توجد عندنا مشكلة. سؤال: ماذا يقول صحيح مسلم عن الرواية؟ نفس هاي الرواية كيف نقل الرواية؟ أحسنتم. نريد أن نرى أن البخاري تلاعب، اقتطع من الرواية شيء أو ماذا؟ كاملة، أو نقلها كاملة. تعالوا معنا أعزائي إلى صحيح مسلم نفس الرواية، المجلد الأول، صحيح مسلم المجلد الأول، طبعة تحقيق الشيخ السلفي الأثري، كتاب الصلاة، باب الاستخلاف، هناك الجزء الأول صفحة 379 أعزائي، رقم الحديث 418، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، رقم الباب 21. الرواية نفس الرواية، عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن عائشة زوج النبي قالت لما ثقل رسول الله واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، إلى أن تقول الرواية بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة، عبد الله بن عباس. فقال لي عبد الله بن عباس هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ قال قلت لا. قال ابن عباس هو ماذا؟ علي. هو علي. وأيضا
كما ورد ماذا في صحيح البخاري. طيب. أيضا توجد إضافة أو لا توجد إضافة؟ لا توجد إضافة. نعم. يعني الآن عندما ننظر نجد بأنه صحيح البخاري ومسلم اتفقا على هذا. طيب. تعالوا معنا أعزائي إلى مسند الإمام أحمد لنرى بأنه ينقل نص الرواية وماذا يضيف إليها. نعم. الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد، تحقيق شعيب الأرناؤوط، الجزء 40، مؤسسة الرسالة، صفحة 67 من الكتاب. الرواية نفسها، التفتوا، عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قال: مرض رسول الله في بيت ميمونة فاستأذن نساءه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج رسول الله معتمدا على العباس وعلى رجل آخر. نعم. لأنه واقعا هنا أنا بودي أن أشير للمشاهد الكريم، هنا قد يسأل المشاهد لماذا أن عائشة تذكر العباس ولا تذكر الشخص؟ واقعا سؤال هذا. نعم. يعني عندما تشير، يعني واقعا لم تكن تعرف علي بن أبي طالب لا مثلا، تطيب نفسها لا بد أن نعرف لماذا. نعم. قال معتمدا على العباس وعلى رجل آخر ورجلاه تخطان في الأرض، في صفحة 68. وقال عبيد الله: فقال ابن عباس: أتدري من ذلك الرجل؟ هو علي بن أبي طالب. إلى هنا مسند أحمد متفق مع صحيح البخاري وصحيح مسلم. نعم. ولكن انظر إلى الإضافة. أولا لابد أن ينظر المشاهد الكريم، يعبر عن الحديث الأرناؤوط، يقول: إسناده صحيح على شرط الشيخين، يعني نفس السند الذي ورد في البخاري ومسلم، لا أنه شيء آخر. نعم. قال: ولكن عائشة لا تطيب له نفسها. سبحان الله. عائشة لا تستطيع أن تذكر عليا لأنها مكرمة. دكتور واقعا لا أريد أن أعلق، لأنه ما أريد أنه أدخل في هذا البحث. نعم. ولكنه صريح مسند ابن أحمد، الإمام مسند، والذي يقول شعيب الأرناؤوط أنه صحيح على ماذا؟ على شرط الشيخين، تقول لا تطيب له نفسه. سؤال: أيها البخاري، أيها المسلم، أليس كتابكما أصح كتابين بعد كتاب الله؟ لماذا تخفون الحقائق؟ لماذا تخونون الحقيقة؟ نعم. لماذا لا تبينون الحقيقة؟ أعيد الجملة. قال: ولكن عائشة لا تطيب له نفسه. هذا المعنى بشكل واضح وصريح. أيضا جاء أعزائي في مسند الإمام أحمد بن حنبل، الجزء 43، مؤسسة الرسالة، في نفس الرواية أعزائي في الصفحة 86 أيضا الرواية: ولكن عائشة. التفتوا جيدا، ونفس الكلام الأرناؤوط يقول: إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسناده صحيح على شرط الشيخين. إذن إلى هنا اتضح أن البخاري ومسلم حفظا الأمانة العلمية أو لم يحفظاها. هذا بدليل ما ورد في مسند الإمام أحمد. هسه تعالوا معنا إلى مسند الإمام أحمد لنرى أنه هو حفظ الأمانة أو أن الحديث فيه تتم أيضا هو لم ينقلها. لا إله إلا الله. والله يا أخي الإنسان عندما يدخل في عمق التاريخ نعم. يجد أي تلاعب حصل في تراثنا، ومع ذلك تريد أن المسلمين يثقون بكل ما ورد في كتبنا. أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، يقول: حدثنا عبد الرزاق. مراد من عبد الرزاق هنا هو عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف الذي هو من شيوخ أحمد بن حنبل. نعم. حدثنا عبد الرزاق يعني صنعاني. نعم. عن معمر قال الزهري وأخبرني. بيني وبين الله تعالوا معنا دكتور لنذهب إلى المصنف لعبد الرزاق، الإمام عبد الرزاق الصنعاني، للحافظ الكبير عبد الرزاق الصنعاني المتوفى سنة 211 من الهجرة. إذن هو بمرتبة شيوخ أحمد. نعم. الإمام بل أحسنتم. نعم. لنرى ماذا يقول هذا الإنسان في مصنفه المجلد 5
في صفحة 529. قال الزهري الذي كان ينقل عنا منه أحمد قال حدثنا عبد الرزاق عن الزهري طيب. وأخبرني أول ما اشتكى رسول الله في بيت ميمونة فحدثت به ابن عباس فقال أتدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ هو علي بن أبي طالب. إلى هنا اتفق ماذا مع البخاري ومسلم ومسند أحمد. ولكن عائشة لا تطيب لها نفسا، له نفسا مع إلى هنا متفق مع مسند أحمد. نعم. ما هي الإضافة؟ لا تطيب لها نفسا بخير، يعني لا تريد الخير لعلي بن أبي طالب. وذكره مع رسول الله خير هنا، لا تريد، وإلا بيني وبين الله أن يكون علي بن أبي طالب في هذا الظرف العصيب يكون بجنب رسول الله ولا يوجد الأول والثاني وإلى غير ذلك، هذا خير لا يساويه ماذا؟ لا يساويه خير. إذن أحسنتم، إذن كيف تنسب هذا الخير إلى من؟ إلى علي عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذا نجد البخاري حذف، البخاري ومسلم حذف لا تطيب لها نفسا، لأنه واقعا هذا نقص وعيب لا يمكن أن يسكت عليه. لماذا أنه لا تطيب بينكم وبين الله؟ لو أن عائشة كانت تقول في عثمان لا تطيب لها نفسا بخير، أو في صحابي آخر، تقولون هذا تنقيص في صحابي. نعم. ولكنه في علي إذا قالوه كيف يجيبون؟ فإذا الأفضل ماذا يفعلون؟ يحذفونه. هذا الذي قلته مرارا وتكرارا أن هوى البخاري ومن هو على شاكلة البخاري هو الهوى الأموي والنهج الأموي.